يلا بقى مع بعض النهاردة هنعمل الفراخ الكنتاكي في البيت بطريقة سهلة جدا جدا وكمان نظيفة ومضمونة. طبعا احنا دلوقتي عشان تجيبي فرخة كنتاكي من 500 ل 600 جنيه ومش بتقضي، بتيجي صغيرة جدا، فهنعملها في البيت بكل سهولة. وهنعمل جنبها كمان المايونيز والتومية، بس ان شاء الله عشان الفيديو كان فهنزله في الفيديو اللي بعده على طول. وكمان بقى كده جبت هنا العيش اللي هو بتاع البرجر ده، وعملت رز بسمتي بجد بطريقة سهلة جدا بسيطة، هتاخد منكم اي وقت خالص ولا مجهود. زي ما انتم شايفين كده النتيجة طالعة ممتازة مقرمشة وكمان مستوية من جوه. يلا بينا بقى كده ندخل الفيديو. ولو وصلتوا معايا لحد كده ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة. انا هعملها معاكم النهاردة بصدور الفراخ. بتجيبي صدور فراخ عادي بعضمها، وبتبدأي بقى تغسليها غسيل حلو، وبتبدأي تشيلي الجناح تشيلي كده الصدر، ان انت بتعملي اكنك بتعملي بانيه، بس بتعملي الصدر بتشقيه نصين اتنين بس مش بترققيه. انا عاملاه بالطريقه دي، طبعا تقدري تقطعيه بالطريقه اللي انت عايزاها. وكمان انا عملت طريقه قبل كده بالفرخه الكامله، هحطها لكم في صندوق الوصف بطريقه تانية مختلفه خالص، وبرضك النتيجه جميله جدا جدا. اول حاجه بقى كده هنعمل التتبيله اللي هنعمل بيها الفراخ. هنحط كده هنا نص كوباية من اللبن على بصلة. أنا البصلة دي أنا بشراها منعماه جدا، عايزة تعمليها في الكب عادي، تعمليها في المبشرة برضك عادي. ما تقوليش البصلة هتفكها، لا هتدي نتيجة ممتازة. هنا بقى كده معايا كركم، فلفل أسمر وملح وشطة وقرفة ومرق الدجاج، وكمان معايا معلقتين كبار من بهارات الشيش طاووق. بهارات الكنتاكي كانت خلصانة عندي، فحطيت دي. طبعا أي حاجة ما بتستغنيش، هما كلهم بيدوا نفس الطعم. هنا بقى كده وكمان نص معلقة من التوم المفروم. التوم بجد مع البهارات دي بتدولها نكهة جميلة جدا جدا. وكمان بقى هنعصر بقى كمان الحاجات دي، النص ليمونة دي اللي هي الليمونة دي، بعصر ليمونة على بعضها. بت بتشيل الزفارة طبعا بتاع الفراخ، احنا نقعينها وكل حاجة، بس دي كمان بتساعد على السوا. وكمان بتشيل زفارة الفراخ وبتخليها جميلة جدا جدا. ونبدأ برضك نحط كده من معلقتين لثلاث معالق من الخل، عشان انا عاملة كمية زي ما انتوا شايفين كبيرة جدا. والكاتشب ده أنا باحطه، وباحط كمان معاه مايونيز، بس المايونيز كان مش المايونيز، قصدي المستردة، اللي هي المستردة الصفرا دي، بجد بتدي لها نكهة جميلة جدًا، جدًا، وبتخلّيها زي اللي جاية من برّه بالضبط. وكمان حطيت هنا معلقة من العسل. فأنتِ لو عندِك مستردة طبعًا هتحطي، ما عندكيش عادي جدًا، فأنا ما كانش عندي فما حطيتهاش. هنا بقى كده نبدأ نقلّب التتبيلة. معلقة العسل دي بتخلّي اللحمة بتاع الصدر كده زي يعني إيه، بتقطم معاكِ، زي ما بيقولوا كده بتقطم معاكِ، ما بتبقاش ناشفة كده، لإن إحنا طبعًا مش هنسويها مثلًا على النار أو كده، لأ إحنا هنعملها على طول في الزيت مرة واحدة، يعني مش هنسلقها يعني، إحنا هنعملها في الزيت على طول. بجد شايفين لون التتبيلة، الكاميرا ظلمها بجد طالعة جميلة جدًا، جدًا، وريحتها ممتازة. اعملوها بنفس الخطوات دي وبالطريقة دي. أنا هنا بقى كنت باشتغل في الفراخ هنا يعتبر بالليل، قبلها بيوم كنت جبتها ونقعتها وضبطتها، وبعدين عملت التتبيلة وحطيتها في الفريزر، قصدي على الرف في التلاجة. لو أنتِ مثلًا جايباها وما فيش وقت قدامِك إن أنتِ تبيتيها، فطبعًا تقدري تعمليها، بس أهم حاجة تقعد معاكِ ساعتين في التتبيلة، أقل حاجة ساعتين. وقلّبتها كده بإيدي زي ما أنتم شايفين، ولازم تقلّبيها بإيدِك عشان تضمني إن كل حاجة دخلت فيها. طبعًا مش حابة قلّبيها بالمعلقة. وهنا بقى خلاص عملتها بالشكل ده، غلّفتها وعينتها في التلاجة، باسيبها طول الليل بقى، وبابدأ أشتغل بيها تاني يوم. هنا بقى جبت الكفر اللي هنعمله عليها. دي كده حوالي من نص كيلو دقيق أو أكتر حسب الكمية اللي عندك. وكمان حاطة عليها كوباية من النشا، مش كوباية كبيرة، يعني حوالي من تلات أرباع كوباية كده. وكمان هنا يعني برضو نفس البهارات اللي حطيتها على الفراخ، والكركم والفلفل الأسمر والملح، كلها بهارات كده ناشفة. احنا عايزين نبهر الدقيق. النشا بجد بتخلّيها مقرمشة معاكِ وبتدّي لها طعم جميل جدًا. البهارات دي بقى كده أنا هاقسمها نُصّين، يعني أنا حاطة من كل حاجة معلقة صغيرة. وكمان بقى كده قلّبتهم على بعض وهنقسمها كده نُصّين. نُص هنحطه هنا على الدقيق، والنُص التاني هنحطه في المَيّة اللي هنعمل بيها، هاوريه لكم دلوقتي.
خلاص كده ونبدأ بقى نقلّب كده الدقيق مع النشا مع الكلام ده كله، النشا أهي، يعني حُطّي كده نُص كوباية، كوباية حسب الكمية اللي أنتِ هتعمليها في الدقيق يعني، لو نُص كيلو دقيق مثلًا هتحطّي نُص كوباية نشا، أنا كنت حاطة مثلًا يعني أكتر من نُص كيلو فحطيت أكتر من نُص كوباية نشا. هنا بقى كده وتقلّبي بقى كده الدقيق كده مع النشا مع البهارات، بجد بتبقى طعمها جميل جدًا، وهي دي الطريقة اللي بيتعمل بيها في المحلات. هنا بقى كده معايا مَيّة جيبيها مَيّة ساقعة من التلاجة، هو الجو أصلًا كان برد فأنا جايباها عادي من الحنفية المَيّة ساقعة. وتبدئي كده تنزّلي عليها البهارات، شوفي بتدّي لون جميل جدًا للمَيّة، وكمان بتبهّرها وبتطعّمها وبتخلّي الفراخ لمّا تنزل فيها تشرب كمان توابل أكتر، وبتبقى نكهتها جميلة جدًا، جدًا. هنا بقى كده نجيب الفراخ دي بقى بعد ما فضلت معانا كده طول الليل، بنبدأ بقى نعملها في الدقيق، مش بتعمليها لدرجة إن يعني بالطريقة اللي أنتِ بتعملي بيها البانيه لأ، مش بتبدئي تكبسي الفراخ، بتعمليها كده من فوق من تحت لفوق، تقلبيها كده في الدقيق من تحت لفوق، ما تضغطيش عليها خالص، إحنا عايزينها تعمل كده تشققات اللي هي بالشكل زي ما شايفين كده، بتبقى الفراخ مخربشة بالشكل ده، وتنزليها في المَيّة وتطلعيها تاني تعمليها، تقدري تعملي المرحلة دي مرة و2 و3 حسب ما تشوفي الفراخ قدامِك عايزة لسه والّا لأ، شايفين واخدة التشبيحة دي والتفريقات دي، أنا عملت الفراخ كلها مرتين في المَيّة، بجد بتاخد سماكة أكتر وبتاخد قرمشة أكتر وبتبقى جميلة جدًا، جدًا بجد وبالنتيجة بتطلع ممتازة، شايفين كل ما بتعمليها كل ما التعريجات اللي فيها دي بتبان، بتبقى زي الفراخ اللي بنجيبها من برّه بالضبط. بتكوني بقى مجهزة الزيت، زيت غزير، وكمان هنا بقى عملت لكم الأجنحة برضُك عملتها بجد طالعة جميلة جدًا ومستوية، مع إن هي فيها عضم بس بسم الله ما شاء الله مستوية جدًا وما فيش فيها أي حاجة، تقدري تعملي الطريقة دي في الفرخة الكاملة برضُك عادي. بس بتقدري بقى تشيلي العضم اللي هو مالوش لازمة، وتفتحي الفراخ خالص، تقطعيها وتفتحيها، شايفين الجناح بياخد نفس الرسمة اللي بنجيبها من برّه، وتعمليها كده ما تطبطبيش عليها لأ، أنتِ تعمليها بالطريقة دي كده وتنفضيها، بتاخد معاكِ التعريجة اللي أنتم شايفينها دي كده بالضبط، بجد النتيجة ممتازة جدًا، جدًا. وهنروح بقى كده على البوتاجاز في زيت غزير ونبدأ بقى إن إحنا نقليها مع بعض، هنا كده في الطاسة أنا عايزة أقول لكم إن أنا بعد ما عملتها في الطاسة أول اللي هم أنا عملتهم في الأول في الطاسة، رجعت نقلتها تاني في حلة عشان أغوط، دي الطاسة اللي هي الغويطة بس ما كانتش بتاخد معايا كمية كبيرة، فنقلتها بقى كده في حلة مفرودة، عملت بقى إن أنتِ إيه، بتجيبي غطا مقاس الطاسة مثلًا أنتِ بتعملي فيها وتغطي عليها وتبدئي بقى كده على نار هادية وتسويها، بتطلع معاكِ بجد جميلة جدًا، شايفين النتيجة في الآخر ممتازة، اللون، القرمشة، الطعم، السِوَى، بجد جميلة جدًا، جدًا، وما كلفتنيش حاجة، وإن شاء الله هاحط لكم الفيديو اللي فيه الصوصات دي، أنا هانزّله بعد الفيديو هاحط لكم في صندوق الوصف، وكمان هاحط لكم الفيديو بتاع الطريقة التانية اللي أنا كنت عاملاها، طريقة جميلة جدًا، جدًا برضك، وسهلة وبسيطة زي دي، لو وصلتوا لآخر الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك للفيديو، وكمان تفعّلوا زر الجرس عشان يوصلكم منّي كل جديد.